كشفت مصادر خاصة لذهب تي في عن رفض إدارة نادي هاتايسبور التركي عرضا من النادي الأهلي السعودي لشراء عقد المغربي أيوب الكعبي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وقالت المصادر أن إدارة النادي التركي رفضت عرض الأهلي البالغ قيمته 1,100,000 دولار لشراء الكعبي لتدعيم صفوف الفريق السعودي. ويلعب أيوب الكعبي صاحب 29 عاما لنادي هاتايسبور التركي منذ 2021 قادما من الوداد الرياضي المغربي الذي لعب له في الفترة من 2019 إلى 2021. وسبق للمهاجم المغربي اللاعب لعدة أندية أبرزها الوداد البيضاوي ونهضة بركان وهيد شينا فورشن، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 4 مليون يورو. وحصل الكعبي على العديد من الجوائز مثل لاعب الموسم في نادي نهضة بركان في عام 2018 وأفضل لاعب في أفريقيا للمحليين عام 2018 وهداف بطولة أفريقيا للمحليين والهداف التاريخي لبطولة أفريقيا للمحليين وهداف البطولة الوطنية المغربية ب18 هدفا عام 2021.